زمان اللمة كان ليها طعم يوم الأجازة اللي بتقضيه عند جدتك أو عمتك أو خالتك أو قرايبك مع العيلة. لما تمشي المشوار لحد بيتهم أو هم يمشوا مشوار لحد بيتك وتتقابلوا، بتحسوا إنكوا غاليين، ما أنت مشيت لهم مشوار وهم كمان مشيوا عشانك مشوار. الكبار قاعدين في الصالون بيتكلموا في كل حاجة، وبيسمعوا من بعض كل حاجة، والصغيرين جنبهم بيلعبوا وبيسمعوهم. منتهى المتعة إنك بتلعب وبتسمع وبتتعلم. وده كان أول باب للمعرفة في حياتنا، أول مدرسة دخلناها. كلام الكبار مع بعض ومعانا، الكلام اللي هو حواديت جدتك ليك، أو حكم جدك اللي جايالك من زمن بعيد وبتختصر من عمرك سنين وسنين وتفتح عينيك على الدنيا. وكلام مامتك مع عمتك عن طبيعة الحياة وتفاصيلها اليومية. وكلام أبوك مع خالك عن الدنيا والناس والعالم اللي انت هتخرج له وتواجهه لوحدك. الكلام اللي في لمة العيلة كان وسيلة تعليم آمنة جداً علينا. المهم إن بعد ساعات من القعدة بنفضل واقفين نص ساعة على الباب نكمل كلام وإحنا بنسلم على بعض، وكأن الوقت مهما طال ما بيكفيش الكلام مع بعض، ولا بيكفي لحظات السعادة اللي بنعيشها. لو عجبك المحتوى هتلاقي الحلقة كاملة تحت الفيديو، وباقي الحلقات في الوصف. لايك، شير، سبسكرايب، وفعل جرس التنبيهات. اكتب لنا في كومنت أكتر فيديو عجبك، واقترح موضوع الفيديو اللي جاي، واسمك هيتكتب في الحلقة. يوتيوب يا ميديا.